أهلا بكم أيها الكرد. إن كنتم تبغون الاستمرار كأمة لا تندثر فعليكم القراءة بلغتكم الأم وتلقينها لأطفالكم، وإن أردتم أن تفهموا ذواتكم وأن تقدموها للآخرين بطريقة تكسبون بها حبهم وأن تعيشوا بكرامة مرفوعي الرأس فعليكم أيضا القراءة بلغتكم الأم وتلقينها لأطفالكم. قائل هذا القول مناضل كردي سجن في سوريا ولبنان والموصل وبغداد، الدكتور نور الدين زازا. ولد الدكتور والأكاديمي الكردي نور الدين زازا عام 1919 في قرية عند منابع نهر دجلة بين آمد والعزيز في كردستان تركيا، من عائلة عريقة اشتهرت بوطنيتها وعراقتها. وعندما اندلعت انتفاضة الشيخ سعيد عام 1925 ضد الحكم التركي الاستبدادي، قام والد نور الدين العالم الديني والرجل الوقور يوسف أفندي وشقيقه الأكبر الدكتور نافذ بمساندتها وتقديم الدعم لها. واعتقل يوسف أفندي وولده الدكتور نافذ وأودعا السجن، وبعد الإفراج عنهما غادر الدكتور نافذ ومعه شقيقه الصغير نور الدين الذي لم يتجاوز 11 بعد ديار بكر واستقر في قامشلو. وبعد مرور سنوات حاول الدكتور نور الدين زازا الالتحاق بحركة التحرر الوطنية الكردية في إقليم كردستان بزعامة الملا مصطفى البارزاني. في عام 1944 اعتقل من قبل السلطات العراقية وزج به في سجون الموصل وبغداد لغاية عام 1945، وبعد إطلاق سراحه سافر إلى لبنان لإتمام دراسته الجامعية، وقد تعرف هناك على البدرخانين وعمل معهم. وبعد نيله الشهادة الجامعية في بيروت سافر إلى سويسرا لإتمام دراسته العليا. وأثناء سنوات الدراسة في سويسرا ظل نور الدين زازا على اتصال بقضايا شعبه وبذل جهودا كبيرة لإطلاع الرأي العام الأوروبي على قضية الشعب الكردي العادلة. وفي أوروبا أسس مع مجموعة من زملائه جمعية الطلبة الكرد عام 1949 وأصبح رئيسا لها، كما أصدر مجلة بعنوان صوت كردستان. في عام 1956 أنهى رسالة الدكتوراه في العلوم التربوية ثم عاد إلى سوريا. قام مع بعض أصدقائه السياسيين بتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا في عام 1957، وكان بذلك أول حزب كردي في سوريا وكان رئيسا له. التفت الجماهير حول الحزب مؤيدين نشاط قيادته بزعامة الدكتور نور الدين زازا، وفي هذه الأثناء شعرت السلطات الاتحادية بازدياد نفوذ الحزب ودوره بين صفوف الكرد، فقامت باعتقال نور الدين زازا عام 1960 بغية الحد من نشاط الحزب. بعد خروجه من السجن الدكتور نور الدين زازا أصبح قائدا لامعا في الحركة الكردية، ثم ترشح للانتخابات البرلمانية عام 1961، ولكنه لم ينجح بسبب التزوير من قبل السلطات وتم اعتقاله على إثرها، ثم خرج من السجن إلى لبنان ثم اعتقل فيها أيضا. وعندما قرر العودة إلى سوريا كان النظام قوميا بعثيا لذا تم اعتقاله ثم نفي إلى محافظة السويداء السورية. في عام 1967 فر إلى تركيا، إلا أن المخابرات التركية علمت بذلك فطاردته وضيقت الخناق عليه، فاضطر إلى مغادرة تركيا والعودة نهائيا إلى سويسرا، وهناك أكمل دراسته العليا وتزوج من صحفية سويسرية مهتمة بالشأن الكردي وأنجب منها ولدا. توفي في مدينة لوزان في 7 أكتوبر تشرين الأول عام 1988 ودفن في مقبرة مدينة لوزان. الدكتور نور الدين زازا له الكثير من الكتب والمقالات، حيث كان يكتب وينشر باللغات العربية والكردية والفرنسية، ومن مؤلفاته المطبوعة ملحمة ممي آلان ورواية الراعي الكردي لعرب شمو ترجمها من الفرنسية إلى الكردية، وديوان شعري بالكردية بعنوان حرب الحرية، كما له كتابان باللغة الفرنسية وهما حياتي وكردستان. بخلاصة
لم يعرف الدكتور نور الدين زازا طعم الراحة، بل ظل ملاحقا من قبل السلطات حيث دافع عن القضية الكردية دفاعا شرسا، قاوم التعذيب، تألم في فكره وجسده ليتمكن شعبه من التمتع بالحقوق الإنسانية والثقافية الأصلية والثابتة. لم يكن مناضلا سياسيا فحسب، بل كان مثقفا كبيرا وكاتبا، كما أولى اهتماما كبيرا لمسألة تطوير اللغة الكردية، وحتى الآن بقي ذكرى هذا المناضل حية في قلوب الشعب الكردي.